يا أهلا بيكم. لو في نية سفر لألمانيا قريب يبقى الشرح ده معمول مخصوص عشانكم. النهاردة هنتعلم مع بعض أهم 10 كلمات ألمانية هتخلي تجربة المطار هناك أسهل بكتير. يلا بينا نبدأ. طيب خلينا نبدأ رحلتنا من أول خطوة خالص. هنتعرف دلوقتي على الكلمات اللي لازم نكون عارفينها أول ما ندخل المطار. أول كلمة معانا وأكتر كلمة أساسية هي der Flughafen. اسمعوها تاني، der Flughafen. الكلمة دي مذكر، عشان كده الأداة بتاعتها der، ومعناها بالعامية بتاعتنا المطار. سهلة خالص. بصوا على المثال ده. Ich muss 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein. الجملة دي معناها لازم أكون في المطار قبل ميعاد الإقلاع بساعتين. ودي طبعا نصيحة مهمة كلنا عارفينها. الكلمة التانية هي das Terminal، ودي تقريبا زي الإنجليزي، نطقها سهل. الأداة بتاعتها das يعني كلمة محايدة، ودي معناها صالة السفر أو المحطة اللي طيارتنا هتمشي منها. وممكن جدا نسمع إعلان في المطار بيقول الجملة دي Mein Flug geht from Terminal 2، ودي ببساطة معناها رحلتي هتطلع من صالة السفر رقم 2. كده عرفنا هنتحرك فين بالظبط. وصلنا لأول فعل معانا ein check-in. الفعل ده معناه إن الواحد يعمل تشيك إن، يعني يروح على كاونتر شركة الطيران يسجل بياناته وياخد البوردنج ويسلم الشنط. المثال ده صحيح عن فندق، بيقول لما توصل الفندق لازم تعمل تشيك ان في الاستقبال، بس هو نفس الفعل اللي بنستخدمه في المطار، مفيش أي فرق. نيجي بقى لأهم وثيقة في السفر كله، der Reisepass. مرة كمان der Reisepass، ودي معناها طبعا جواز السفر أو زي ما بنقول الباسبور. والجملة دي بتأكد على أهميته. Du kannst ohne Pass nicht fliegen، يعني مستحيل الواحد يسافر من غير جواز السفر بتاعه. بديهي طبعا، بس لازم نكون عارفين الكلمة. حلو قوي، كده خلصنا الجزء الأول بتاع إجراءات الوصول والتشيك إن. دلوقتي بقى هنتحرك للمرحلة اللي بعدها، مرحلة التفتيش الأمني والبوابة عشان نركب الطيارة. الكلمة دي ممكن شكلها يخض شوية عشان طويلة، بس هي مهمة جدا. Sicherheitskontrolle. لو قسمناها Sicherheit يعني أمان، وكنترول يعني فحص أو تفتيش، على بعضها بتبقى الفحص الأمني. وهنا جملة ممكن نسمعها أو حتى نقولها Bei der Sicherheitskontrolle wurde meine Tasche durchsucht. ودي معناها شنطتي اتفتشت عند نقطة التفتيش الأمني، وده إجراء روتيني بيحصل عادي جدا. الكلمة اللي جاية دي بتوصف الشنطة اللي بنطلع بيها على الطيارة، das Handgepäck، ودي اللي بنقول عليها شنطة الإيد أو الهاند باج، اللي بيكون فيها الحاجات المهمة زي اللابتوب والموبايل والمحفظة. وده مثال بيوضح أكتر. Ich nehme meinen Laptop als Handgepäck mit، يعني أنا هاخد اللابتوب بتاعي معايا في شنطة الإيد. وأخيراً آخر خطوة قبل ما الطيارة تطلع بينا and board gain. التعبير ده على بعضه معناه الصعود للطائرة، أو بالبلدي كده يطلع الطيارة. ودي الجملة اللي كلنا بنتمنى نقولها بعد كل رحلة. Wir sind problemlos an Bord gegangen، يعني صعدنا إلى الطائرة من غير أي مشاكل. الحمد لله. تمام قوي، كده خلاص طلعنا الطيارة. يلا بينا بقى نتعرف على آخر كام كلمة مهمة ليهم علاقة بالرحلة الجوية نفسها، من الإقلاع للهبوط. أول فعل معانا هو starten. الفعل ده معناه الحرفي يبدأ، بس في سياق المطارات والطيران معناه يقلع، يعني لما الطيارة تبدأ تتحرك وتقلع. ودي جملة طبعا محدش فينا يحب يسمعها لو متأخر على رحلته. Das Flugzeug ist bereits startet، يعني الطيارة أقلعت خلاص. وعكس الإقلاع هو الهبوط، والفعل بتاعه هو landen، معناه تهبط، لما الطيارة توصل بالسلامة وتنزل على أرض المطار. وده موقف بيتكرر كتير في السفر. Das Flugzeug ist mit Verspätung gelandet، ومعناها الطيارة وصلت متأخر أو هبطت بتأخير. آخر كلمة معانا ودي كلمة ليها علاقة بالسلامة والأمان ومهم نعرفها، The Notausgang، ودي معناها مخرج الطوارئ. ودي طبعا معلومة بنسمعها في كل رحلة طيران في العالم. Die Notausgänge müssen frei sein، يعني مخارج الطوارئ لازم تفضل فاضية ومفيش أي حاجة تسدها. وبكده نكون وصلنا لآخر محطة في رحلتنا التعليمية الصغيرة دي. تعالوا نعمل مراجعة سريعة كده على كل الكلمات اللي اتعلمناها النهاردة عشان نتأكد إنها ثبتت. يلا بينا نقولهم بسرعة مع بعض. Der Flughafen، das Terminal، ein Chicken، der Reisepass، Sicherheitskontrolle، das Handgepäck، an Bord gehen، starten، landen، وآخر حاجة der Notausgang. ممتاز. وبكده نكون خلصنا. أتمنى يكون الشرح ده مفيد وبسيط وخلاكم مستعدين أكتر للسفر لأي مطار في ألمانيا. لو المحتوى عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا لمتابعتكم وأشوفكم في شرح جديد.